السلام عليكم ورحمة الله. تعليق غير متوقع من عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الوداد. وانهار عمرو أديب بعد انقطاع بث التتويج. انظر ماذا قال. ولكن في بداية هذا الفيديو لا تنسى أن تصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هيا بنا. وعلق الإعلامي عمرو أديب على تحقيق النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه بعد فوزه على نادي الوداد المغربي، قائلا النهاردة ليلة حمراء رغم اننا عارفين ان جمهور الاهلي كان قليل جدا. وقال عمرو أديب بعد فوز الاهلي على الوداد: الاهلي كسب الحاكم الفاسد وجمهور الوداد القوي وفريقه، والقاهرة النهاردة حمراء وليلتها حمراء ووش حلوة قوي قوي على النادي الاهلي وعلى جمهوره، والاهلي بعبع افريقيا، وقلت لكم الاهلي واحد وهيجيب واحد. الاهلي دايما محظوظ وماشي معاه الحظ على طول، وانا مش عارف الملايكة البيض بتوعنا بيخسروا على طول ليه. اما لو لابسين اسود كنت عملتوا ايه؟ يلا ما نعترضش على قضاء الله، بس الزمالك ده فعلا اللي هيجيب لي جلطة وهيموتني بدري واني منكم. وعمرو أديب بيقول: وانا كنت قاعد بتفرج على ماتش الاهلي والوداد كنت حاطط ايدي على قلبي، بس الاهلي ما بيتغلبش وجاب 4 مليون دولار مكافأة بطولة افريقيا. يا محظوظ، كل دي فلوس. النادي ده محظوظ قوي قوي يا جماعة، واحساس جميل قوي قوي لما النادي بتاعك يكسب ويبقى فيه انفجارات في شوارع القاهرة، مش زينا موكوسين على طول. الزمالك عمرها ما فرحتنا ولا كملت فرحتنا، مش عارفين يعملوا زي محمد عبد المنعم. النهاردة كان عريس النادي الاهلي بلا حسد يعني. وانا بجد يا جماعة انهارت بعد انقطاع بث التتويج من قناة اون تيم سبورت، ودي مؤامرة. الارسال انقطع من عندهم مش من على القناة عندنا، وازاي ده يحصل؟ وقال عمرو أديب ان القائد الحارس محمد الشناوي بعد حصوله على الميدالية الذهبية بيعطيها لمصطفى شوبير، ويا عيني يا عيني هو ده القائد، ويا عيني يا عيني هو ده القائد. والله الحركة دي منك يا شناوي علمت الناس الاخلاق. ايه الحلاوة دي؟ والكاس عليه خناقة، كل واحد عاوز ياخد الكاس. ايه الفضايح دي؟ وبكده يبقى انتهينا من الفيديو. وان اتممت المشاهدة ففضلا وليس امرا الاشتراك بالقناة علشان نقدر نوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.